الأغاني كمل يا شيخ يا أخي فكنا من الفنان. قلت نعم. ما اسمع. والله الربع يقول التفت وجه الفنان ذاك ابره اسود. قلت احسن. قلت لا بس الفنان مسكين يعني جاي عشانكم. قالوا ما نبيه. والله الربع تحس بالعزة فعلا. الناس فيها خير يا شيخ، ملوا الأغاني ملوا المعاصي خلاص. عندهم شيء يسمعوا لي أول مرة يسمعوني يبغون كمل ملوا. جيت لحد عندهم غشيتهم في أماكنهم والنبي كان يغشيهم في أنديتهم. خلاص وصل الخير لعنده وده يسمع، وده يسمع يبغى هذا الكلام اللي هو محتاجه، ولا حاجة لهالكلام أشد من حاجة للطعام والشراب. مل من المعصية ضنك. الشباب اليوم خلاص بعضهم ينتحر، بعضهم يقتل نفسه، بعضهم تعبان نفسيا، كله من المعاصي والذنوب هي اللي نغصت علينا حياتنا. الشاهد بديت أكمل. طبعا سويت مقارنة وقالوا كمل كمل، وقلت راح فيها الفنان، والفنان أشوفه ضف عفش وراح وأنا قاعد تستمر أكمل وأكمل وأكمل. ويوم طلعت من المحاضرة الأعظامي توجعني وضلوعي. أنا ما أدري عن نفسي. المحاضرة استمرت إلى الساعة 1 وأنا أشوف الناس جايزين لهم مبسوطين وقاعدين أتكلم وأسولف، ومن قصة في قصة ومن سالفة في سالفة وتذكير وكلام. استانسوا العالم. والله الربع اني نزلت من المسرح الساعة 1 وان الناس على الكراسي خلاص بعد يبغون زيادة. لو في واحد ثاني بيتكلم ما عندهم مانع. إذن فعلا نحن في حاجة إلى أن نوصل هذا الخير للناس وأن نغشيهم في أماكنهم وأنديتهم. وترى الناس يبون خير وفيهم خير. بعض المغرضين يكتب ويقول أن الناس ما يبون ذكر ولا يبون كلام وملوا، وهذا المطاوع مسكين حاطين مخيم ما عندهم أحد. والله أنها زحمة، والله المخيمات زحمة. كنا في جدة كان عندنا مخيم عند ساحة المطار القديم، وجنبنا كانت حفلة غنائية وكان فيها فنان جاي من الكويت ما نبي قايل اسمه بعد تعرفونه. وسبحان الله الحضور ذيك الليلة عندنا في المخيم 45,000. الحضور ذيك الليلة 45,000. الفنان لما صعد المسرح هو جنبنا مو بعيد، لما صعد الفنان اللي جاي من الكويت بيغني وجد اللي قدامه 6 أشخاص وزعل. قال أنا يحضرون لي 6؟ إيش الكلام هذا؟ إيش صاير هنا بالبلد؟ قالوا له المنظمين معليش المعذرة، اطلب عزك يا فنان، بكرة بنوريك إذا مطوعوا يا شلة اللي حاط المخيم بنوريك فيهم. يا الله. ومن بكرة أرسلوا هذا الباص 50 راكب سبتكو ذا يدور في الشوارع في جدة، وأي شاب يركب يحصل على 200 ريال وكربون وجبة عشاء من الوجبات الجاهزة السريعة. القاعة مكيفة سبلت، أنواع العصير كوكتيل طبقات، كل أنواع العصير عندهم. الموية في قلاصات يعني في كيسان موية باردة. روائح عطورات ودهن عود. حنا يا الربع المخيم اللي حنا فيه مع الحضور 6 عندهم. المخيم اللي حنا فيه مخيم المكيف صح